هلو هلو، زي ما شفتوا من العنوان هنعمل النهاردة خداديات علشان نزين الصالة بتاعتنا في رمضان. كل سنة وانتم طيبين ويا رب ينعاد عليكم الأيام بخير. أول حاجة أنا عندي القماشة دي 2 متر، وأنا عايزة أستغل المربعات اللي فيها يعني الرسمة بتاعت القماشة نفسها. هعمل ايه؟ هاخد هقص المربعات اللي في النص دي واعمل منها خداديات، والجزء التاني هاخد منه خداديات بدل ما اقص يعني، واعمل مقاس واقص ومش عارف ايه والاشكال تطلع متلخبطه. لا، انا عايزه استفاد من الجزء بتاع المربعات اللي في النص ده. هعمل ايه؟ هروح اقص الجزء من اليمين ومن الشمال على حسب الرسمه اللي انا عاوزاها، اللي هي رسمه المربع اللي موجوده دي في النص. اهو زي ما انتوا شايفين، اخدت اول جزء وبدأت اقص. هاخد بس المربعات اللي معايا في النص. سوري على الصوت، بس ايه، الدنيا صيام وكده. او زي ما انتوا شايفين هاخد لحد اخر القماش بالطول بتاع القماش كله. خلصت النص الاول وهطلع برضو على النص التاني اقصه عشان اطلع ايه الجزء اللي في النص كده لوحده. خلصنا كده، وبعدين هجيب الجزئين اللي على الطرف. الجزئين اللي على الطرف كان فيهم جزء ابيض كده، وللاسف هو شكله حلو بس كان مكتوب عليه طباعة للشركة او المحل الصراحة مش عارفة، فاضطريت اشيلها برضو من الناحيتين. والجزء ده هطلع برضو منه خداديات شكله كيوت جدا، والجزء التاني يعني النص هعمل منه خداديات والنص التاني هعمل منه مفرش، بس المفرش في فيديو تاني ان شاء الله.
شلت كده جزء وهبدأ اشيل الجزء التاني برضو. طيب بعد كده هاخد الجزء اللي في النص اللي انا اصلا كنت هموت عليه وعلى المربعات بتاعته، هبدأ اقص المربعات اللي فيه على حسب الخضريات اللي عندي او على حسب المقاس اللي عندي. انا سعفني شوية ان المربعات 40 في 40 نفس حجم الخضريات تقريبا، فهبدأ اخد المربعات السليمة لان في مربعات مش سليمة الرسمة بتاعتها يعني مش كاملة، زي اللي قصيته في الاول ده مع الجزء اللي في النص الاحمر، اخدته عشان بس المربع بتاعه مش كامل. فاهمين الفكرة؟ وبعدين بدأت اخد المربعات الكاملة، هما كانوا 2 أو 3 تقريبا. المهم اخدتهم يعني اهو، بدأت اخد ده اول مربع معايا سليم يعني وشكله مظبوط كامل. كده ده معايا اول مربع. بعد كده هبدأ اخد المربع التاني، هبدأ بس اشيل الحتة اللي في النص بقى، فاكرين اللي خدتها مع المربع الاول؟ لا هشيلها وهعمل بيها حاجة، مش هرميها والله هتصدقوني يعني، قد هيبقى شكلها حلو قوي. شيلها كده على جنب وبعدين اخد المربع التاني الكامل اللي شكله يعني مظبوط معايا. كده بقى عندي المربعين الكاملين اللي كانوا في الشريط بتاعي، اخدتهم دول بحجم الخدادية بالظبط. التانيين بقى هيكون في واحدة اكبر من التانية، هعمل ايه؟ هحطهم على بعض واخد الزيادة، اشيل الزيادة. شايفين كده؟ اظبط بس الرسمة على الرسمة اهو كده، واقص الزيادة عندي عشان يطلع الخداديتين نفس الشكل يعني. اظبطهم بس كويس على بعض الاول وبعدين هنقص الزيادة برضو اللي طلعت دي. فاكرين الحتة الشريطة اللي شلناها من شوية؟ هنعمل بالاتنين حاجتين يعني، مش حاجتين، هي حاجة واحدة. هيبقى شكلها حلو جدا. نقص بس الزيادة اللي عندي. بالظبط كده. انا كان عندي بقى قماشة لونها احمر في البيت عندي، القماشة دي اخدتها وقسمتها على 6 حتت، انا حتى مش عارفة هي كانت كام متر. اهو الجزئين اللي احنا خدناهم هنشوف هنعمل بيهم ايه. طيب بعد كده عندي الجزء التاني،
لو احنا مش قطعنا القماشة او قصينا القماشة سوري على 3 اجزاء، الجزء ده بقى رحت عملت ايه، اخدت الشريطة الكبيرة دي وقسمتها بالنص. حلو كده اهو، وهقصها انا بس الكاميرا ما جابتش وانا بقسمها بالنص، بس اهو قسمت بالنص وهفصلهم عن بعض. وبعدين كل نص هقسمه تاني بالنص وافصلهم عن بعض، بحيث الشريطة الكبيرة اللي كانت معايا تديني 4 خداديات. طيب ازاي يا منار 4 خداديات؟ 4 خداديات يا ست الكل، عشان لسه كنا بنقول ان انا معايا قماشة كانت موجودة عندي لونها احمر، هخليها هي الظهر. يعني انا هعمل كل جزء من القماش الملون اللي معايا ده وش بس، والظهر بتاعه هيكون لون سادة. القماش اللي كان معايا والقماش اللي كانت معايا ما كانتش تكفي الظهر كله، مش نفس المقاس يعني بتاع القماش اللي معايا. فهنعمل ايه، هنخلي الظهر جزء سادة وجزء ملون من القماش او من الحتت اللي فضلت معايا وانا بقص من شوية. هتفهموا اكتر لما يجي كمان شوية الشكل هنشرح وهتفهموا اكتر. كده قصيت، انه احنا قصينا نص وبعدين قسمنا كل نص نص وقصيناه، فاداني 4. اهو النص التاني هقسمه كمان بالنص وافصلهم عن بعض. اهو كده بقى معايا 4 اجزاء، 1 2 3 وادي الرابعة. اهو بعد كده هوريكم القماش الاحمر اللي انا قصيته، بس الكاميرا ما جابتش وانا بقص، قصيته على 6 حتت، والست حتت دول هنعملهم ازاي بقى انا هوريكم هنا ازاي. ده الوش اللي انا خدته تمام، او وش الخدادية، وحطيت الوش بتاعه. وبعدين هنحط، انا بوريكم الشكل انتوا فاهمين يعني، عايزاكم تتخيلوا هيبقى شكله ازاي. هنحط الجزء الاحمر كده، انا كده بعمل الظهر اوكي، نحط الجزء الاحمر كده، والحتة اللي احنا قصيناها فاكرين هنحطها كمان كده زي ما انتوا شايفين معايا. فهيبقى الظهر بتاعي نصه قماشة، القماشة المنقوشة دي، ونص التاني سادة. طيب انا هعمل ازاي، واحدة واحدة، انا بس يعني بوريكم الفكرة العامة او الشكل العام عشان تتخيلوا معايا. حلو كده. بعدين جبت القماشة المنقوشة دي والقماشة الحمراء. طيب بعد كده اخدت كل جزء وتنيت الطرف بتاعه تحت المكنة زي ما هيبان معاكم كده، بس ما كملتش تصويري عشان ايه ما نطولش الفيديو. تنيت كده بالظبط تحت المكنة، والجزء المنقوش برضو معايا تنيت نص. بعد كده هنركبهم بقى. جبت وش الخدادية بتاعي وخليت ده وشه، يعني اللي قدامكم ده الوش، واخدت الجزء المنقوش حلو وحطيت وش في وش، يعني اللي ظاهر في الكاميرا من الجزء المنقوش الصغير ده الظهر، خليت الوش بتاعه في وش الخدادية اللي تحت. يا رب تكونوا فاهمين معايا يعني. المهم، وجبت برضو الجزء الاحمر السادة والقماش السادة اللي معايا، وعملت نفس الحكاية، خليت وشه في وش الخدادية عشان احنا بنخيط ايه وش في وش.
وشه في وش الخدادية والظهر والوش يعني، مش مهم. تمام، وبعدين هنبدأ نخيطهم عادي. هو انا بوريكم، كنت بدور عليها تقريبا كانت تايهة وسط حاجة ولا ايه، المهم اهي نفس الحكاية اللي عملتها في الناحية التانية، بس هنخلي القماشة الحمراء من فوق القماشة الصغيرة المنقوشة، لو فاهمين ازاي. وبعدين هنخيط كله كده تحت المكنة، وهيكون خلصنا كل حاجة. اهو شايفين، بوريكم تاني ان كلهم وش في وش. خدتها تحت المكنة وخيطت عادي، مفيهاش اي حاجة. خيطت كل الجوانب، انا دبست الدبابيس وبعدين خيطت كل الجوانب. دبست الدبابيس عشان احنا كنا عاملين ايه، كنا حاطين واحدة فوق واحدة، فعشان ما يضيعش مني يعني وكده. بس ما طولتش عليكم برضو، عملتها يعني عملت كل الجوانب كده وخلاص. اهو نفس الحاجة الناحية التانية، في زيادات وكل الحاجات دي قصيتها بعد كده بالمقص ولا اي حاجة. اهو معايا بعد ما خيطناها، اهو كده هنبدأ ايه، نعدلها. خلاص احنا كده تقريبا خلصنا. اخر حاجة بس هعملها ان انا عايزة اديها شكل كده في الاخر ويبقى يونيك من الاخر يعني كده، تحس انها حاجة جاهزة. هنعمل ايه، هنتني الاطراف، هوريكم ازاي. هدوس يعني على الطرف وهي معدولة، يعني انا عدلتها كده وهخيطها هي معدولة. هدوس على الاطراف بتاعتي كده تحت المكنة، يا دوب حتة كده، حتة صغنونة نص سنتي ولا حاجة، هيديها بس شكل حلو جدا لما ايه نيجي نلبسها للخدة دي. اهو شايفين كده، ادي الظهر بتاعي وادي الوش بتاعي. يا رب يكونوا ايه عجباكوا. اهو زي ما بقول لكم هندوس عليها كده على الوش من كل النواحي، خدها تحت المكنة وندوس عليها. اهو عندي خدتها تحت المكنة هي ومعدولة عشان الشكل بتاعها يبقى مظبوط. كل العربيات افتكرت تعدي تحت البيت تحت الشباك وانا بصور، مش مهم. يا رب بس يكون الصوت واضح معاكم. اهو خيطتها كده بسرعة هي ومعدولة. انا بقى بعيد تاني هي ومعدولة بعد ما عدلت القماشة، وبعيد تاني اهو بدأت اخيط يا دوب بس ايه نص سنتي كده، في القماشة واعمل ايه النص التاني. هعمل كده طبعا في الايه في الاربع نواحي بتوع الخدادية بتاعتي، وهنكون كده خلصنا. ولا اسهل ولا اروع. وممكن كمان حد يستغل الموضوع ده ويعمل منه مشروع خطير بجد. ما خدتش مننا اكتر من تلت ساعة مثلا، وده عشان بصور. يمكن لو انتي يعني عارفاها وخلاص اتعودتي عليها وايدك اتعودت عليها وما بتصوريش وما بتعمليش اي حاجة. وكمان لو مش هتستغلي شكل القماش، يعني انا عشان استغليت شكل القماش اخد مني وقت اكتر، ان انا بفكر هعمل ايه بقى واشيل ايه من ايه واعمل ايه كده. بس لو حد القماشة بتاعته مظبوطة او هي شكل واحد اصلا وكل الكلام ده، بجد تنفع مشروع خطير. يعني مش هياخد منك وقت تعملي اكتر من 50,000 واحدة في نص ساعة مثلا. وانتي شايفة الاسعار، كل واحدة شايفة الاسعار في السوق ازاي. فبجد لو قال لنا مثلا 10 جنيه عن السوق، 2 جنيه على فكرة هيفرق مع الناس وانتي هتكسبي كتير. متر القماش اللي انا اشتريته كان ب30 جنيه، بس ب30 جنيه عشان انا يعني ما شاء الله الصراحة الشكل عجبني والوانه كانت زاهية قوي زي ما هي عندكم طالعة في الصورة بالظبط، مش حاطة مثلا فلتر او حاجة، لا هي كانت زاهية وباينة قوي زي ما انتوا شايفين. في اشكال تانية كان قال لي المتر ب20 جنيه، ويعني ممكن حد تاني يجيبها ارخص من كده، بس هي حتى 20 او 30 مش يعني مش غالية قوي،
فاهمين الفكرة. والمترين دول 60 جنيه، عملوا لي مثلا 8. عمل 8. وكمان كان فاضل جزء لو انتوا فاكرين، كبير، فاضل، اللي هنعمل منه المفرش ان شاء الله. فممكن كان يعمل اكتر من 8. بجد يعني هو اصلا فاضل عندي كمان، فممكن يعمل اكتر من 8. تخيلي انت بقى 2 متر عملولك اكتر من 8 خداديات. الخدادية بتتباع بقى بكام؟ انت وشطارتك حسبيها زي ما تحسبيها. بس هي بجد ممكن حد يشتغل في الموضوع ده بس في رمضان، يبقى موسم رمضاني ما بيشتغلش في رمضان غير خداديات، والله العظيم هيكسب. المهم ده اخر يعني ان شاء الله ده اخر واحد. انا مركزتش في الصورة بس. هو خلاص كده خلصت. طب الحمد لله. المهم خلصنا كده. قصيت الخيط وخلاص. نلبس بقى الخدادية بتاعتنا واوريكم شكلها في الاخر.